معانا النهاردة هنتوقعوا ماتش النصر ضد الأهلي الدوري السعودي. الأهلي والفرق الكبيرة في السعودية طبعا معروف ماتشاتهم بأنهم بيحطوا أهداف كتير. الماتش ده هنتوقعوا مجموع أهداف أكتر من 2.5. ماتش بقى ممكن يخلص 2-2 3-3 الكلام ده. وادي الصورة بتاعت التوقع مظبوط من جوه البرنامج. ونروح على الماتش اللي بعديه، هنروح على الدوري الاسباني ماتش الافيس واتلتيك بلباو. طبعا اتلتيك بتعمل موسم من احسن مواسمها، هنتوقع فوز او تعادل اتلتيك عشان خاطر بيلعب بره ملعبه. لو بيلعب على ملعبه كنا توقعنا فوز واحنا مطمنين، ودي بيبقى توقع فرصة مزدوجة. هنوريك صورتها برضو دلوقتي. ده توقع فرصة مزدوجة، قود 1 و3، وقود يعتبر قود كويس بالنسبة لفوز او تعادل. بنروح بعد كده على الدوري الإيطالي. الدوري الإيطالي هيبقى ليتشي هيلعب جنوا. ليتشي ده الرابع يا جماعة على فكرة، فهنختار مش هنقول فوز، هنختار فوز ليتشي في أحد الأشواط، مش هنختار فوز على طول منعا للمفاجآت عشان يبقى التوقع مضمون. ودي بتيجي هنوريكم برضو بتيجي منين. بتيجي من ازاي فوز الفريق واحد في أحد الأشواط، وده جميل جدا 1.77، وده أقول للمبالغ الكبيرة كمان لأن الماتش مضمون 100%. ونروح على الماتش التاني، سالارينتيا وفورتونيني. طبعا الماتش دوت فورتونيني دي يعني من احسن مواسمها هناك. سالارينتيا بتعاني في الدوري، فنختار فوز او تعادل فورتونيني. وهنجيب لك صورة برضو الفرصة المزدوجة بتيجي منين. اهي دي فرصة مزدوجة 1 و6، وده جميل جدا ومضمونة بإذن الله. بعد كده نروح لماتش شتوتجارت في الدوري الألماني ضد دارمشتات. طبعا دارمشتات ده قبل الأخير، هنتوقع فوز شتوتجارت وماتش كمان على ملعبها. هو عاملة قود 1 و4، هم عاملين قودها قليل لأن هو ماتش متأكد منه تاني. ودلوقتي مع توقع الأسايم معانا قسيمتين النهاردة. القسيمة اللي احنا عملناها من 5 مباريات، مش من 5 مباريات في قسيمة. وفي قسيمة تانية مجموعة أحداث، في مجموعة أحداث اللي اتكلمنا فيهم، وفي مجموعة أحداث زيادة عليهم. وبعد كده بنوصل للمسابقة. المسابقة هتتوقع ماتش النصر ضد الأهلي، هيتحول لك 30 جنيه على المحفظة أو على حسابك. مطلوب منك بس التوقع في الكومنتات وتعمل لايك للفيديو، والسلام.